هل هذه العينة من المجرمين هي من تسعى الدول العربية لتعويمها والتطبيع معها؟ خرج هذا المعمم اللبناني وأحد مجرمي الحرب في سوريا قبل أيام للتهديد بقصف السعودية والدول الخليجية وتذكيرهم بمسيرات الحوثي وإيران بالقول: يبدو أن البعض اشتاق للمسيرات المباركة ويقصد بها استهداف المنشآت والمدن السعودية عقب طلب الأخير من رعاياها توخي الحذر في لبنان ومغادرة أراضيه بأقصى سرعة. لا تتحدث أذرع إيران وأتباع ديانة اللطم والطين عن استهداف السعودية والدول العربية إلا بالمسيرات والصواريخ المباركة كعشرات التوثيقات السابقة، ومع تبعية الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لإيران وميليشيا حسن نصر الله وغياب أي إجراء قانوني بحق تهديدات حسين مرتضى في استهداف دول عربية وخليجية. نعود لذات التساؤل: هل هذه هي العينة التي حاول الإعلام العربي إقناعنا بأنهم حمائم إيران وبشار ونصر الله للسلام والتطبيع؟ والسؤال الثاني لوضع المتلقي العربي بموقع الشعب السوري: فهذا حجم حقد إيران وأتباعها لاستخدام وصف المباركة على آلة حربية تستخدم لقصفكم وقتلكم، علما أن هذا المجرم استخدم مع بشار وميليشاته الطائفية ذات الأوصاف المباركة على قتل وتهجير الشعب السوري إلى حد التهكم والسخرية بكتاب الله وآياته. الغريب أن بعض المغردين العرب أصابهم الطرش على هذه التهديدات التي تمس الأمن القومي السعودي والخليجي، رغم احتمال أن تكون حقائق في قادم الأيام، لا سيما مع علم الجميع أن معمم الطين هذا ذاته الذي انتقاه بشار أسد في لقاءاته التلفزيونية لتهديد السوريين والعرب، وذاته الذي ذهب مع ميليشيا حسن نصر الله إلى سوريا لقتل وتهجير شعبها وما زالوا، وذاته الذي ذهب لدعم ميليشيا الحوثي في اليمن لقتل وتهجير شعبها، كما إنه ذاته الذي خرج عليكم بصورته المثبتة مع بشار لتذكيركم بمسيرات استهداف أرامكو وجدة ومكة والرياض، في وقت لم يستبعد ناشطون تلك المفارقة حول الدورة المالية الخاصة بمرتضى أو جزء منها. فهذا الذي يهدد السعودية والعرب بالمسيرات يأخذ رواتبه من مشغليه في إيران وميليشيا نصر الله وبشار أسد، علما أن بشار تلقى أموالا كبيرة في إطار ما سمي بتلميع قاتلي ومهجر السوريين.